مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارتياحي لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. شرطه المرور تدعو اصحاب الدراجات الكهربائيه لاحترام التعليمات الصادره. بحث سبل تطوير المرافق الخدميه في عصب. إيران تجري مناورات عسكرية قرب منشأة بوشهر النووية. الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذي هجوم في النيجر. وبوتين يقول أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي اعتداء غربي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وعنسبة قد أظهرت إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت 7 من الإصابات في الإقليم الأوسط، وهي 4 في مراكز العزل و3 في مراكز الفحص، وهي في عداق حموس وآخرية، ومصاب قادم من دقم حرة، وإصابتان في أفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر، وإصابة واحدة في حقات بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 13 من مرضى الكورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7817، شفي منهم 7593، وتوفي 70 مريضا، فيما لا يزال 154 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 22 من ديسمبر 2021. دعت شرطة المرور أصحاب الدراجات الكهربائية لاحترام التعليمات الصادرة من سلطة النقل البري ومرسوم المرور والطرق من أجل مكافحة الحوادث وضمان السلامة والحد من الجريمة. وأوضح مسؤول شرطة المرور في شرطة إريتريا المقدم محار نوغوسي في مقابلة أجراها مع وكالة إيرينا بأن على الدراجات الكهربائية الإسراع في الإيفاء بالإجراءات المطلوبة في الفترة المقررة من يناير وحتى مارس 2022 لإدراجها ضمن المركبات المتحركة بالوقود. وقال يمنع على أصحاب الدراجات الكهربائية السير في الطرقات التي يمنع على الدراجات النارية السير عليها، وسيؤدي خرق تلك التعليمات إلى اتخاذ الإجراءات العقابية. وذكر بأن دراجات الشحن ذات الدواليب الثلاثة لا يسمح لها بالشحن أكثر من نصف كنتال، محذرا باتخاذ إجراءات تصل للتأميم والمصادرة. دشن وزير الزراعة السيد رفين برهي وحاكم الإقليم الأوسط السيد في السهاي حيليه يوم 21 من ديسمبر مشروع التنمية المروية المقام بكلفة بلغت حوالي 14 مليون نخفة بمنطقة حبنبرتي في مديرية قال نفحي. ودعا ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات حيليه في المناسبة المزارعين للاستفادة الجيدة من المشروع المقام أسفل سدي ماي نفحي وشيخة. من جانبه أوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محار يوهنس بناء المدرجات وحفر بئرين لدعم المشروع، كما يجري العمل في بناء خزان مياه لري المزارع بالضخ. وذكر بأن المشروع سيعمل على استفادة المزارعين من البنى التحتية الزراعية المتطورة، وقد تم تعيين لجان لمتابعة طريقة الاستخدام. يقوم سكان ضواحي قرصة وملبسة بمديرية حلحل بمبادرات جادة لحل أوجه القصور في مدارسهم. وأوضح مدير مدرسة السمايد في ضاحية قرصة الأستاذ إدريس حامد بأن المدرسة تسهم بمواصلة الطالبات للتعليم بعد مقاطعتها بسبب بعد القرى، داعيا وزارة التعليم وإدارة إقليم عنسبة للمساهمة في تطويرها. كما دعا مدير مدرسة النصر في ملبسة الأستاذ ياسين رمضان السكان لاتخاذ مبادرات مماثلة لتطوير المدرسة التي تدرس في الخيام. وأكد السكان استعدادهم لبناء فصول طلاب الصفين 9 و10 لتخفيف أوجه القصور في المرحلة الثانوية. بحث قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر مع أصحاب المرافق الخدمية سبل تطوير الخدمات وضمان وجودها. وأوضح ممثل القسم في الاجتماع الذي عقد في عصب السيد عبد الله حزام أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد، داعيا أصحاب المرافق الخدمية لتقديم خدمات جيدة وجاذبة لدورها في تطوير السياحة. ودعا أصحاب المرافق الخدمية لمواصلة التأهيل والتدريب لضمان جودة الخدمات المقدمة والعمل على تقوية جمعية المرافق الخدمية.
تلقى 30 من وكلاء الصحة الريفية في مديرية ماي عيني دورة تدريبية في وسائل عدوى مرض الملاريا وأهمية النظافة البيئية، وتضمن التدريب أعراض الملاريا وأضرارها وكيفية انتقالها وسبل مكافحتها والاستخدام الجيد للناموسيات. ودعا مديرية ماي عيني السيد أحمد عثمان المتدربين للعمل الجاد من أجل مكافحة مرض الملاريا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني بأن إيران أطلقت عدة صواريخ من البر والبحر في إطار مناورات عسكرية تستمر 5 أيام في 3 محافظات جنوبية منها بوشهر غرب منشأة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد. وفي السياق، قال قائد البحرية الآميرال علي رضا تنكسيري لموقع سباه نيوز الرسمي للحرس الثوري أنه خلال هذه التدريبات العسكرية استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل. وأفادت سباه نيوز بأن صواريخ أرض أطلقت وتم تشغيل أنظمة دفاع جوي من السفن أو من الساحل على شاطئ الخليج. وتأتي هذه المناورات في وقت نجحت فيه الجمهورية الإسلامية في إدراج رفع العقوبات كأولوية ضمن الوثائق التي ستشكل أساس المناقشات في الجولة المقبلة للمفاوضات حول الملف النووي في فيينا كما يرى الخبراء. أعلن الجيش الفرنسي في بيان أنه قتل في النيجر أحد قتلة 7 عاملين فرنسيين في المجال الإنساني ومرشدهم وسائقهم خلال أغسطس 2020 في محمية كوري بالنيجر في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل. وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية: قمنا في منطقة تيلا بيري في غرب البلاد من خلال ضربة جوية بتحييد المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل سومانا بورا، أحد منفذي عملية قتل 6 رعايا في محمية كوري في 9 أغسطس 2020. وكان بورا يقود مجموعة تضم عشرات المقاتلين في غرب النيجر حسب ما أفاد به الجيش الفرنسي، وغطشن الهجوم الذي استهدفه بطائرة مسيرة عندما كان بمفرده على دراجة نارية. في الخبر الأخير، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا أنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ. وهدد بوتين خلال حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين الروس بأن بلاده سترد بالشكل المناسب على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها. وأضاف الرئيس الروسي أن واشنطن بعدما اعتبرته انتصارا لها في الحرب الباردة قامت بتقليف هذا التقدير بالنشوة، مما قادها إلى اختيارات سياسية خاطئة. وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف الناتو بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك. مشاهدينا الفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. شرطة المرور تدعو أصحاب الدراجات الكهربائية لاحترام التعليمات الصادرة. بحث في سبل تطوير المرافق الخدمية في عصب. إيران تجري مناورات عسكرية قرب منشأة بوشهر الإيرانية. الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذي هجوم في النيجر. وبوتين يقول أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي اعتداء غربي. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.